مرحبا متابعينا، اليوم ويانا شخصية معروفة ومحبوبة، أكيد كلكم حتشوفوها وتعرفوها. أنا شخصيا أحبها كلش هواية، وبكل مكان أقول إنه هي شخصية مميزة وحبوبة، وبالحقيقة بعد أحلى وتنحب أكثر. بداية إنه إحنا راح نبدي بأهم جزء بالوجه اللي هو العيون. طبعا هي ما شاء الله عيونها كلش حلوة، بس مثل ما قلنا إنه هي أكيد سهر ومسؤوليات شغل وعائلة، فالمنطقة اللي تحت العين تتعب. يجوز مو كلش واضح بالتصوير، بس أنا بدأ أشوف وهي تشوف أكو تجويف. الحمد لله هي ما عندها سواد غامق لأن هي تستخدم مستحضرات عناية، فمحافظة على المنطقة، بس أكو تجويف. راح نخلي شوية سوفت فيلر حتى نملي هذا التجويف اللي موجود. الشيء الثاني اللي راح نسويه هي مثل ما قلنا انه هي ميك اب ارتست، تحب انه تخلي هواية الوان، او يعني هم بطريقتهم انه لا ترى ما اعرف اخلي ميك اب بالمناسبة، فانه نحاول انه ننطي سبيس هنا. مثل ما نعرف كل ما يكون، وهي هم تعرف، كل ما يكون السبيس هنا مساحة اكبر، كل ما المنظر الميك اب وجمالية العين تكون اكثر، فراح ننطيها اكثر هنا سبيس ونرفع شوية الحاجب بطريقة طبيعية. هي تطلع بالشمس هواية، أشوفها دائما تطلع بالشمس، فارفعي لي حواجب شوية حيل حيل. هاي أكثر شيء. عندها فت خطين باديات هنا هم راح نوخرهم. موضوع الأنف هي مأجلة العملية حاليا، فبما أنه هي مأجلته راح نحاول أنه نصغر شوية من عنده ونعدله حتى البروفيل مالتها بالصور تبين عدله، لأن عندها هنا شوية نتوء عالي وهنا انخفاض، وشوية نصغر من الجوانب. الشيء الأخير اللي هي حابته، طبعا انتم هسه مثلا تشوفون شفايفها الفوليوم مالتها كلش حلو، راح نسوي لها بالشفة جوا فوليوم، نسوي لها العفو كونتور بسيط، لان انا اشوفها هي كحجم حلوة، بس الفوق مختفية تقريبا، وهي مثل ما قلنا انه تحتاج تبرز جمالية الميك اب، لان هي وجه اعلامي واعلاني بنفس الوقت، فلازم ننطيها كونتور وننطيها تحديد بنفس الوقت.